وبعد ذلك انتقل إلى لقطة أخرى لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغ من جهاد المشركين من الإنس انتقل إلى مسألة الجن. والجن جنس مكلف أيضا، لكنه غيب لا يمكن أن يرى. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وله أن يتغلغل، وله قوة بقى، قوة يقدر ينفذ منها أكثر منك. مثلا هو من النار ونحن من الطين. الطين بيطلع لنا الثمار اللي بناكلها، ناكل مثلا تفاحة، ناكل برتقانة، ناكل جزرة، ناكل أي حاجة. قال لك الناشئ من الأرض يحجبه شيء من الأرض. يعني أنا جبت تفاحة وحطيتها في الأوضة الثانية في الجدار اللي ورايا دي، لا تنتقل لي لا ريحتها ولا طعمها إلا إذا رحت وجبتها وعملت طاقة ومديت إيدي جبتها. لكن لما تحط نار ورا الجدار وقعدت شوية يوم ظهرك يسخن، الله، كأن النار نفدت من يبقى لما نقول لك ان الجن بقى له خفه وله يدخل ويتغلغل في ادم ومش عارف اصدق، لان ده من نار، والنار متعديه والجسم الاخر غير متعدي. كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان فيه جنس غير مرئي لكن مكلف زينا. والجنس غير المرئي له معاكم قصه مع ابوكم اللي هو ابليس والحركه بتاعته، ويسجد وما يسجدش ومش عارف ايه، له ذريه. ونظرا لان عدم السجود لادم كان كبرياء منه على امر الله، بدليل انه قال اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه. انما ادم قال يا رب حكمك صح بس انا ما قدرتش على نفسي، ربنا ظلمنا انفسنا، ام دي تقبل منه التوبه. انما ابليس انطرد من لان فيه فرق بين ان ترد الحكم على الله وبين انك انت تعصي ربنا في الحكم. تعصي ربنا في الحكم مصدق ان الحكم من الله. ولذلك الناس اللي مثلا يجي يقولوا الربا ومش الربا ومش عارف ايه ولا الدقن ولا نقول له يا شيخ ما تقولش ان دي حلال، عشان تقول حلال هترد الحكم. انما اقول هو برضه حرام بس انا ظروفي مش قادر عليه، زي ادم ما قال يوم ده الاستغفار يمكن يجبرها. انما الثانيه تبقى عاندت الله في في حكمه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. يبقى احذر نفسك كويس. فما دام ابليس كان طاووس الملائكه وكان مش عارف والى اخره، وبعدين العمليه دي خلته يقرا كلها. سيدنا ادم لما ربنا قال له ما تقربش هذه الشجره دي ملحظيه، كل نهي مش قال لك ما تفعلوش، ما تقربش منه، انما كل مامور بيقول لك ما تتعداش. ولذلك تجد في كتاب الله ايتين اثنين: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحلال يقول لك ما تتعداش دي بقى، ولكن الحرام تلك حدود الله فلا تقربوها، مش ما تعملوهاش، ما تقربوهاش، لان من حام حول الحمى يوشك ان يوقع. ابليس حصل منه اللي حصل وذريته، وعمل الخطه بتاعته في انه يغوي بني ادم، وهم ناس ما يراش زي الملائكه، بس دول من النار ودول من النور. طيب الحق سبحانه وتعالى نقل الامر في رساله محمد من الانس الى الجن. ومش محمد اللي قال لنا ده، هو حكى ما قاله الله له على ان الجن يستمعوا له. انا ما بعتكش لهم وقلت خاطب الجن وقول لهم انا كده، انا لانك انت ما بتشوفهمش صرفت الجن اليك، جبتهم لحدك، هم اسمه انت ما انتش داري، ولولا اخباري لك ما كنت تعلم هذه القصه. اقرا بقى سوره الجن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اوحي الي. يعني انا ما سمعتش ولا قلت حاجه، انا بقرا عادي قران، هم سمعوه. قل اوحي الي انه استمع فقالوا انا سمعنا عجبا يهدي الى الرشد. الله كانهم لهم سابقه بمعرفه الرشد، لانهم هيقولوا كتاب انزل من بعد موسى. الله يبقى لهم صله بالانبياء. نقول له لا، وتشهد بدي سوره الرحمن سنفرغ لكم ايها الثقلان. نفرغ لكم يعني نقعد نحاسبكم بقى، سيبناكم على راحتكم خلاص،
ما تفتكروش انها غفله مني، لا، احنا بنؤكد امر الاختيار المخلوق فيكم وسيبناكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن بعدين هنفرغ لكم بقى ايه، وما دام ثقلين يبقوا هم ايه، مكلفين وايه ومحاسبين. ولذلك سيدنا انس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله في جبل من جبال مكة، فإذا رجل مقبل علينا ومعه عكاز يتكئ عليه، فلما أقبل على رسول الله عرفه، قال إنها مشية جني ونغمته. النبي أحس إن دي مش بتاع إنس. فقال الرجل العجوز اللي ماشي على العكاز نعم، أجل يعني نعم، أيوه أنا من الجن. قال له من أنت؟ قال له أنا هامة ابن هيم ابن لقاس ابن إبليس. قال له بينك وبين أبيك إبليس أبوين اتنين بس، ده عمرك إيه ده عمر إيه ده، ما فيش إلا هيم ولا. قال له أنا أدركت من الزمن أكثره وبقي من الزمن أقله، لكن أعمارهم بتبقى إيه طويلة. ولقد شاهدت قابيل وهو يقتل هابيل. شوف شاهد قابيل ويقتله هابيل. فلما قال أنس هذه المسألة علم إن الجن لهم أن يتشكلوا بأي شكل، كما أن الملك يتشكل بأي شكل. أنت لا ترى الملك على حقيقته ولا ترى الجني على حقيقته، لا ترى الملك إلا إن تشكل بإنسه. ولذلك لما جبريل جاء والنبي قال جاء هو انه جبريل جاء يعلمكم امورا، قال ما الايمان ما الاسلام ما مش كده والاحسان. وبعدين رجل عليه غبار السفر لا يعرفه منا احد، وقعد يسال النبي، وبعدين بص كده ما لقوش، ما شافوش مولي، انما هو بصوا كده ما لقوش. الله، لو كان مثلا انصرف كده كانوا يشوفوه ماشي بس. فقالوا له يا رسول من هذا؟ قال ذلك جبريل جاء يعلمكم امور دينكم، مش يعلمكم منه، يسالني فاعلمكم، يعني يسالني فاعلمكم. ادي مساله تمثل مين؟ تمثل الملك. ولذلك لما الناس عايزين يعملوا بقى شويه يعني اشكالات على الرساله المحمديه، قالوا ما يجيلناش ملك، ما يجيلناش الا بشر، ما يجي لنا ملك لو نزل علينا ايه ملك يعني. قال له طب لما نجعله ملك هنجيبه على شيء على طبيعته ما تشوفوش، لو جبناه ملك هيبقى يتشكل بايه؟ برجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه؟ رجلا، ولا لبسنا عليه، ما هو برضه هيقولوا راجل اهو، ما هي الاشكال هيبقى هو يبقى برضه ما ينفعش. لو جبنا لهم ملك ما تنفعش الاسوه، لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، انما يشترط في النبي ان يكون بشرا. البشر ده من جنس ما ارسل اليه، ويبقى اسوه للايه؟ ويبقى اسوه للناس. كذلك الجني يتشكل، فالجن ده اللي هو جه عجوز تشكل لرسول الله عشان يعلمه انه ايه؟ انهم هم برضه جنس ومن الاجناس اللي هم من ذريه ابليس، ومنهم برضه المؤمن. لما حكى في الصوره بقى ادانا الصوره الكامله، وأنا منا الايه مسلمون ومنا الايه القاسطون ومن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا رجالا، كل دي. وأنا لا ندري اشر اريد من في الارض. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد قرات سوره الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا اشد استجابه منكم. انتم تسمعون وتقولوا الله مش عارف ايه، انما هم كانوا حينما اقول فبأي آلاء ربكما تكذبان ينطقون في نفس واحد ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولوا الايه؟ وكانوا أعلم بالله، عالمين كويس على الله. ولذلك تقرا في سورة الجن وأنه
كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا اللي هو مين؟ إبليس. الله قعدوا يحكموا عليه، وبعدين يقولوا أنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمة ربنا. إيه العظمة اللي تعالى فيها دي؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله قال لك لأن الصاحبة والولد هم اللي إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم، لأن يمكن يكلفوكم شططا فترتشون وتسرقون وكل ده من. وأنه تعالى جد ربنا، اطمئنوا على أن ربكم لم يتخذ صاحبة ولا إيه؟ ولا ولد. شوف الأدل إيه؟ أدل الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، والنفر بقى جمع من الثلاثة إلى 40. ولذلك هناك تقول لك إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إيه؟ نعم. نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يعني انتهت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين. سمعوا من الرسول وإنهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الله كأنهم كانوا يهود دول ولا إيه؟ اشمعنى ما جابوش عيسى يعني؟ أم قال لك لا، لأن كتاب موسى هو الكتاب الذي ينظم حركة الحياة، ولكن عيسى جاء بوجدانيات التدين، ولذلك أخيرا تنبهوا إليه وجمعوا الإنجيل مع التوراة مع وجود عصبية بينهما وعملوها كتاب واحد اسمه الكتاب الإيه؟ الكتاب المقدس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. طب ما دام مصدق لما بين يديه جاء بما جاءت به الايه؟ الكتب السابقه بين يديه، يعني الكتب اللي سبقوه، يبقى ايه لزومه؟ قال لك لا، بيزيد بقى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم بما يناسب كونيه او عالميه التدين. كل رسول كان بيجي ايه؟ لزمن محدود ومكان محدود، وقد يتعاصر الرسولان، هذا ابراهيم وذلك ايه؟ لوط، هذا موسى وذلك شعيب، لان كل واحد، لان العالم كان ايه؟ في انعزال، ما عندهمش التقاءات كما عندنا الان. عندنا التقاءات دلوقتي، الواحد يبقى هنا الصبح ويروح امريكا، واللي يحصل هناك ايه؟ نسمعه، يمكن نشوف المباراه اللي بتحصل ساعتها هناك بنشوفها. اذا فالعالم ايه؟ بقت له وسائل التقاءات لم توجد في العصور المتقدمه. اذا كان العالم القديم عالم انعزالي، كل جماعه ولا يدروا عن العالم الثاني حاجه، وما دام كل عالم في بيئه يقوم لهم مفاسد خاصه، يقوم الرسول يجي عشان يعالج المفاسد دي يطفي في الكيل يجي له، دي يعبد الاصنام يجي له، دي عنده شذوذ يجي له، كل واحد ايه. لكن لما كان العالم سيجتمع ويلتقي كان لابد من وجود رسول واحد، لأن آفات الدنيا ستتحد ومعايب الدنيا ستتوحد، فلا بد من رسول واحد ويكون لكل زمان ولكل مكان. ولذلك شرف كل زمان وشرف كل مكان بالجامع للخير في كل زمان ومكان محمد بن عبد الله. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله ده بقى يعني رسل في أمته سمعوا الكلام. نضر الله امرأ، النبي قال كده، سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن واحد يبلغه الحديث فيعمل به، ويمكن اللي قايله ما بيعملش به. قال لك يعني بص لقولي ولا تركن إلى عملي، خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجل الثمار وخل العود للنار. نعم. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله اللي هو الأصل فيه الرسول والمبلغين عنه، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم.
يغفر لكم من ذنوبكم، يعني ما قالش ما يغفر لكم ذنوبكم ليه؟ قال لك في اشياء بيغفر ربنا بعضها ويسيب بعضها للتوبه، فيه ما بين الفرضين وما بين الجمعه للجمعه دي ربنا بيغفره، انما في شيء لازم ايه؟ لازم الانسان يتوب فيه وان كانت فيه مظالم يرجعها. ويجيركم من عذاب اليم، يغفر لكم من ذنوبكم دي اسمها تخليه من الذنوب، ويجيركم من عذاب اليم دي من العقاب. يبقى فيه ذنوب هينشا منها ايه؟ عقاب. ما دام يغفر ذنوب يبقى اجرني من ايه؟ نعم. يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم. ما قالش يدخل الجنه، أم قالوا اهو دي بتخلينا نقول الجن هيدخلوا الجنه ولا ما يدخلوش الجنه. بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا تراب وينتظروا الى الارض، بدليل ان ربنا ما قالش هنا يدخلهم الايه؟ يدخلهم الجنه. نقول له ما دام فرض ثوابا وعقابا وايمانا وكفرا يبقى لازم في ايه؟ في جزاء. اللي خلاهم يقولوا كده طيب احنا بنتعذب من النار، ها والجن هيتعذب بايه؟ طب ده هو مخلوق من النار. احنا قلنا جاوبنا على دي مره هنا وقلنا طيب ما هو انت مخلوق من طين، انما لما استحميت في البحر ما بوشتش. يبقى ولذلك في آية تانية مثلا يقول إيه؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طب ما هو عمل الشجرة اللي عايزة ماء وعايزة خضرة وعايزة رضارة في أصل الجحيم، يبقى ما تتكلمش مع ربنا في الحكاية دي وأعلمه بما إيه؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا لأن الأصل في الأشياء انك انت درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، فهنا اتكلم علشان يدرأ المفسده والمصلحه ما نفهاش ولذلك احنا ضربنا مثل الارض مره اللي بيخلينا نكرر دائما ان جمهورنا اللي بيستمع مختلف، فما نقدرش نقول الكلام ده قلناه قبل كده، ما نقدرش لكم نقول لكم كده لان اللي قلناه قبل كده سمعوا غيركم، فاحنا بنوفي المساله كانك تسمع من ايه؟ كأنك تسمع من إيه؟ من جديد. بنقول بقى واحد اهو بيحب جاله صندوق تفاح امريكاني وحب يحدف لي تفاحه، وواحد خصمه وعدوه كده جايب حجر وبده يضربني بيه، فده اطلق الحجر وده اطلق التفاحه. لاي شيء امد يدي؟ قال التفاحه لاخذها ام الحجر لا ارده؟ يبقى درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض. كلمه معجز يعني ايه؟ عجز فلان عن كذا، يبقى حدث نشأ منه ضعيف ما يقدرش يعمله. انما اعجز فلان فلانا يبقى هو اللي عمل فيه الاعجاز. لذلك القران معجز يعني ايه؟ اعجز العرب ان ياتوا بمثله او بصوره منه او بعشر صور او الى اخره. يبقى معجز يعني ايه؟ يعجز غيره. فبيقول الجماعه اللي مش هيؤمنوا بينا ولا يعملوا منا ايعجزوني؟ يعني يعملوا شيء يعجزنا. ولذلك الجن هيقول ايه؟ اننا مش هنقدر نهرب منه، اننا مش هنقدر ايه؟ نهرب منه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز الله عن ادراكه في الارض، نروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ما يقدرش يعجز ربنا. وليس له من دونه اولياء. اللي عبدهم زمان مش هيجوا بقى ربنا ويقفوا كده يقولوا عشان خاطرنا، لا ما فيش خاطر لكم، قوتنا تمنع ما فيش قوه تكفي لانه لا اله الا هو. وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين. ضلال ضياع تيهين، ومبين يعني محيط. يقول لك فلان ضل الطريق، ضل الطريق يعني معلش الطريق اللي مودي للغايه اللي هو ايه عايزه، يا ترى هنا يا ترى هنا، يبقى في ضلال مبين. اي ايه؟ ضلال كل ما يروح لحته ما توديش للايه؟ للغايه اللي هو عايزها.